بعد ما فهمنا أهمية عنوان الصفحة، دلوقتي بقى جايين للخطوة اللي بتخلي الزائر يضغط فعلا على صفحة المشروع. يعني لو العنوان بيشد الانتباه، الوصف بقى هو اللي بيخلي الناس تدوس على اللينك. عشان كده لازم الوصف يبقى واضح ومختلف ودعوة صريحة للضغط على لينك المشروع. أغلب شركات التسويق بقى بتغلط غلطة كبيرة جدا، يا إما بيسيبوا الوصف فاضي خالص، يا إما بيكون مكرر. يعني إيه؟ يعني العميل يدخل يكتب شقق للبيع القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس، يلاقي العشر نتائج اللي في الصفحة الأولى تقريبا نفس التايتل، تقريبا نفس الديسكريبشن. هو في الأغلب مش هيضغط على حاجة، أو هيشوف البراند الأشهر ويضغط عليه. أول حاجة عايز أقولها لك عن الوصف إنه ملخص تسويقي للمشروع بتاعك أو صفحة المشروع بتاعك. هو فرصتك الحقيقية إنك تقنع العميل إنه يضغط على اللينك ده. بيبقى متاح ليك جملة أو جملتين بالكتير من خلالهم بتجاوب على سؤال في دماغ العميل: إيه اللي مستنيك جوه الصفحة دي بالظبط لو أنت ضغطت على اللينك ده. بالظبط زي ما أنت ما فهمت. يعني لازم نشجع ونحفز العميل إنه يضغط على الموقع. يعني مثلا لو عندك صفحة بتتكلم عن العاصمة الإدارية، بدل ما تسيب الوصف فاضي وتخسر نتائج محركات البحث وعميل جاي يشتري من غير ما تدفع فيه فلوس، اكتب مثلا: اكتشف شقق ودوبلكس للبيع في كومباوند سين بالعاصمة الإدارية، أسعار تبدأ من كذا وتقسيط حتى 7 سنين، احجز معاينة الآن. الوصف لازم يكون من 150 ل 160 حرف ماكسيمم. ده الطول المثالي اللي جوجل بيعرضه في نتائج محركات البحث، ما بيعرضش أكتر من كده. في المثال بقى اللي احنا قلناه ده، انت حطيت اسم المشروع والموقع والسعر وأنظمة السداد، وحطيت دعوة صريحة اللي هي بنقول عليها CTA Call to Action، زي احجز المعاينة اللي احنا قلناها أو اتصل دلوقتي. يبقى اللي احنا فهمناه ايه؟ مش كفاية نبقى موجودين في الصفحة الأولى ونقول احنا ما بيجيلناش زيارات ليه. لا، التايتل والديسكريبشن لما تحطهم صح وتكتبهم صح هتبقى قطعت نص الطريق عشان تجيب عميل عنده نية شراء. خلاص هو قرا التايتل والديسكريبشن واقتنع بيك من قبل ما يدخل يبص على محتوى المشروع عندك. يبقى القاعدة العامة اللي تحفظها هو إن الوصف هو أهم أداة إقناع عندك أونلاين. لو اهتميت بيه هتقدر تقنع العميل إنه يدخل موقع. الوصف، وصف صفحة المشروعات، هو اللي بيحول المشاهدة لزيارات فعلية. ابدأ بقى من النهاردة، من دلوقتي، وراجع عناوين ووصف صفحات مشاريعك. لو محتاج مساعدة أو عندك سؤال سيبه بقى في الكومنتات وأنا هرد عليك إن شاء الله.